الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله نعمل الطحينه باسهل طريقه وارخص واوفر كمان. انا عندي هنا يعني يجي 5 معالق فول سوداني، وهنا برضو يجي 3 معالق كبار سمسم. هنحطهم على النار بقى يتشوحوا بس شويه ونجيلكم. بعد ما حمصنا السمسم والفول السوداني هنحطه بقى في الكبه اللي هي بتاعت التوابل ونطحنهم. لازم تحمصيهم من غير ما تحطش حاجه في الطاسه خالص. انت بس تحطهم في طاسه كده بيتحمصوا بس شويه عشان بس يطلعوا الرطوبه بتاعتهم، وعشان كمان الطحينه ما تعفنش معاكي. بتشميها على النار بس كده وتقلبيهم على النار بس كده من غير اي حاجه. تعالى بقى نضرب مع بعض دلوقتي بقى. هنضرب بقى الحاجات اللي حطيناها في الكبه. انت مش بتعمليها على طول، انت بصي بتضربي وتفصلي ماشي عشان الكبه ما تبص معاكي، وكمان نطحن برضو كويس ماشي. هنطحن بقى الحاجات دي ونيجي مع بعض. دلوقتي بعد ما طحناها بصوا بتعمل ازاي، زي البودره بالظبط. دي انت لو عايزه تشيليها بودره كده في البطرمان عادي شيليها كده بودره ماشي، يعني اللي هي البودره بتاعت بتاعت الطحينه. احنا بقى لو عايزين بصي هتبقى لو بودره هتشيليها، هتجيب منها معلقتين كده في طبق بالمنظر ده كده اهو. هنحط عليهم شويه ميه دافين، بصوا حطينا ميه دافيه وهنقلب كده. لو انت عايزه تشيليها بودره مش عايزه تعمليها في الخلاط ماشي، نقعد نقلب كده. ادي يا ستي الطحينه ماشي بالمنظر ده كده. طبعا بتضيفي عليها بقى كمان شويه خل ماشي بالمنظر ده. بصوا اهي الطحينه اهي. لو انت عايزه تشيليها بودره وتحطيها كده ببطرمان وكل ما تعوزي تعملي ماشي. ادي الطحينه يا ستي خلصناها اهي. دي البودره. عايزه بقى تعمليها نحطها في في الخلاط. بصوا هنحط بقى كده بالمنظر ده كده. هنفضي بقى كده في الخلاط كل الكميه اللي احنا عملناها. هنضيف عليها ميه سخنه، مش سخنه دافيه بالمنظر ده كده، ونضربها بقى في الخلاط. بصوا بعد ما طحنتها بصوا عامله ازاي اهي. شايفه الطحينه بصوا جميله ازاي، ولا حطيت زيت ولا حطيت حاجه. هو بس الفول السوداني شويه ميه دافيه وحطيتهم كده اضربه في الخلاط وشويه سمسم اهي. جميله جدا. ولو عايزينها زي ما قلت لكم كده، عايزينها زي تكوني من غير يعني ما تعملوها في الخلاط زي البودره زي ما وريتها لكم كده، وهي في الاخر وشكرا.